تعالوا بقى كده مع بعض نشوف آخر translation عندنا. بيقولك يجب على الدول التعاون من أجل تطوير صور جديدة من الطاقة، فعليهم أن يتحدوا لكي يجدوا حلولا للحد من الآثار الضارة مثل الاحتباس الحراري، وكذلك التغلب على نقص الوقود. طيب أنا ال correct answer بتاعتي هي letter D. تعالوا نقراها الأول بعد كده نتناقش فيها. Countries need to cooperate to develop new forms of energy. They must unite to find solutions to reduce harmful effects such as global warming and overcome fuel shortage. اوكي، تعالوا بقى نتناقش فيها مع بعض. يعني countries اللي هي الدول. اوكي، need to يجب على الدول ايه بقى؟ cooperate يعني يتحدوا او يتعاونوا. to develop يعني يطوروا. new forms يعني صور جديدة. of energy يعني طاقة. they must unite لازم يتحدوا. to find solutions يعني حلول. اوكي تمام. ها to reduce harmful effects، هو بيقولك هنا للحد من الآثار الضارة. للحد من، هو ترجمها لك هنا reduce يعني تقليل أو يقلل. harmful effects يعني آثار ضارة. harmful يعني ضار. اوكي، و effects اللي هي الآثار. such as زي ايه بقى؟ global warming اللي هو الاحتباس الحراري، و overcome يتغلب على أو يتغلبوا على fuel shortage اللي هو نقص الوقود. اوكي done. تعالوا بقى نناقش بقية الانسرز ونشوف ليه ما اخترناهوش. letter A بيقولك countries must cooperate to evolve new images. حطلك هنا images. هو هنا يقصد ايه؟ هو هنا اولا ترجمها حرفي، ما ينفعش يترجمها حرفيا. هو هنا يقصد الصور بمعنى اشكال، لكن ما قصدش images اللي هي الصور بتاعتنا على الفون او مثلا الايمج او الصورة العامة لشيء ما. لا، هو يقصد اشكال. المفروض الكلمة الصحيحة هي forms مش images. اوكي، فلا كده wrong answer. اوكي، نشوف letter B. countries must cooperate to evolve new forms of energy. اوكي ماشيين حلو. ها they must unite. حطلنا unit مش unite. ليه مش حطلنا unite المفروض الverb اللي هو معناه يتحد، لكن هنا unit معناه ايه؟ معناه وحدة. يبقى كده wrong answer. اوكي. letter C. countries need to cooperate to develop new images. برضو حطلي هنا ايه؟ حطلي images برضو هنا wrong answer. اوكي، يبقى انا كلمة واحدة بس تخلي ال translation بتاعتي كلها غلط. فانا كده ال correct answer بتاعتي هي letter D.